الامتونات معنا سي نور الدين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كي داير عم الحاج؟ مزيان الحمد لله مولاي، الله يطول عمرك. بخير ولله الحمد. شحال حنا كنتصلوا بك وما كيشدناش الخط. معذرة مولاي. الله يرحم لك الوالدين، بغيت النمرة ديالك الخاصة. الله يسهل عليك عم الحاج. واخا مولاي بإذن الله. الله يرحم لك الوالدين، دائما هادشي دعوات يا ربي. الله يرحم الوالدين يا ذا الجلال والإكرام يا رب يا رب. نور الدين، إما خلي لي الرقم ديالك أو يعطوك الرقم ديالي في الإخراج ومصلحة المكالمات. الله يطول عمرك سي نور الدين. حنا إن شاء الله تعالى ندير واحد الدعوة ديال الخير تكون شاملة قريبا إن شاء الله تعالى عند صلاة العشاء بإذن الله تعالى. وأسأل الله الواحد الأحد الفرد الصمد يا رب سي نور الدين الله يحقق لك الرجاء، الله يبلغك المقصود. بغيت سي نور الدين إن شاء الله حاجتك تكون مقضية. كل صباح حينما تستيقظ غتقول الأدعية والأذكار المأثورة عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وغتكون إن شاء الله تعالى أي دعاء قلتي غيكون مستجاب بإذن الله الواحد الأحد. أول حاجة غتقولها وهي أنا غير تفيق، غير كنفيقوا كنقولوا الحمد لله الذي أحيانا بعد أن أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي أحيانا بعد أن أماتنا وإليه النشور. حتى الموت هو أخو النوم. ملي كيكون نائمين كأننا أموات، أرواحنا تكون معلقة ما بين السماء والأرض. وفي الصباح ربي عز وجل هناك من يقبضها إليه وهناك من يرسلها. فإذا فقت في الصباح ولقيت روحك بجانبك اعلم بأن الله تعالى مد لك في العمر وزادك من فضله، فعلينا الحمد. الحمد لله الذي أحيانا بعد أن أماتنا وإليه النشور. ثم غندعو الله ذاك اليوم يكون مبارك، هذاك اليوم بالضبط اللي احنا فقنا فيه. اللهم إن نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شره وشر ما قبله وشر ما بعده. كتستعذ بالله من الشر وكتسأل الله الخير. اللهم إن نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شره وشر ما قبله وشر ما بعده. كنقولها 3 مرات. الله تعالى كيحفظنا من الشر وكيحفظنا من السوء وكيجلب لنا الخير. ولا قدر الله تعالى شي شدة تأتي بسيطة وسرعان ما تزول. ثم كنبداو بالإشهاد، نجدد البيعة لله. احنا جميعا بايعنا الله تعالى لما كنا أرواح دون أجساد، قبل أن نكون في أرحام أمهاتنا وقبل أن نكون في أصلاب آبائنا. احنا كنا أحياء في عالم الذر، كنا نسمات وبايعنا المولى. وربنا قال في كتابه العزيز: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. هذه الآية كتسمى البيعة الكبرى. احنا كنا بايعنا الله تعالى قبل ما نتخلقوا، بايعنا على التوحيد والعبادة والإخلاص. هذه البيعة نحن نكررها كل صباح. ملي كتحمد الله تعالى وتقول الحمد لله الذي أحيانا بعد أن أماتنا وإليه النشور. اللهم نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شره وشر ما قبله وشر ما بعده. كنجدد البيعة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك. هذه البيعة نقولها 4 مرات، نجددها 4 مرات كل صباح. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك. هذه البيعة كتثبت الإيمان في قلبك. واخا الدنيا عامرة بالفتن، تقدر تتعرض لشي فتنة، تقدر تتعرض لشي أفكار. كاين بعض الشباب مرة كيحكيوا لي جاتهم وساوس أو خواطر ذهنية فيها شرك أو فيها كفر أو فيها إلحاد والعياذ بالله. كيقول لك راه كتجيني شي أفكار
كنبقى نقول واش هذا الشيء كاين ولا ما كاينش، واش هذا حق ولا باطل. كتقول لي بانك تحاول تقنعه بالادله والبراهين المنطقيه والعلميه، ولكن تقول لي قول هذه الاذكار ديال المأثورات، راه ربي عز وجل يحفظك من الغي. اللهم اني اصبحت اشهدك واشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك انك انت الله لا اله الا انت وان محمدا عبدك ورسولك. الى قلتها 4 مرات الله تعالى يطبع على قلبك بالايمان. يعني ما يقدرش واحد يزعزعك، واخا تلاقى مع شي مسؤول كبير في الفكر والفلسفه اللي عنده واحد المنطق الحادي ولا ما ياثر فيك نهائيا. لقد طبع الله على قلبك بالايمان واليقين ملي تقول هذه الاذكار 4 مرات كل صباح، ثم تتلوها بدعاء سيدنا يونس عليه السلام، اللي لاننا نحن مفرطين ومخطئين واعمالنا قليله ومزجات، بضاعتنا مزجات، كنقول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. كنعترف بين يدي الله بتقصيرنا، يا رب ان كنا قد اخطانا لم نخطئ تحديا لجلالك، وانما اخطانا لضعفنا وهواننا، فنعترف بالذنب بين يدي مولانا. لا اله الا انت، هذا توحيد واقرار لله بالربوبيه والعبوديه. لا اله الا انت سبحانك، تسبيح وتنزيه للذات الالهيه. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. قولها 3 مرات، الله تعالى يرفع عنك الإصر ويبعد عنك المتاعب. ثم كتختمها بالدعاء اللي البركه كلها تجي عندك، فيما انت غادي والبركه تبعك، انت غادي والفتوحات كلها بجانبك. ما تسول بشر، ما تحتاج لتا شي مسؤول مهما على مقامه، يكون مسؤول كبير وعنده المال وعنده السلطه وعنده الجاه وعنده الكلمه، ما تحتاج ليه، لان الله تعالى هو جل جلاله سوف يعد لك كل شيء. ما هو ذا الذكر اللي تختم به؟ يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اللهم اقض لي امري كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين. غتقول هذا الدعاء 3 مرات، علمه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمه الزهراء، ثم بعد ذلك علمه لباقي صحابته ولامته. كتقول في الصباح الباكر يا حي، تنادي، هذه منادات، يا حي يا قيوم، يعني كل ما في الوجود هو ميت، إنك ميت وإنهم ميتون، وإحنا تابعينهم، احنا ميتون. الواحد الذي لا يموت هو الله تعالى الحي، الحي الذي لا يموت. يا حي يا قيوم، قيوم يعني هو قائم على شؤون الخلق كلهم، السماوات والأراضين والنجوم والكواكب والبحار والأنهار والأشجار والحيوانات في البرية والأسماك في قاع البحر والطيور في السماء والأجنة في بطون أمهاتها والجان والملائكة، كل المخلوقات الله تعالى قائم على شؤونهم، حتى المشركين والكافرين والملحدين، حتى اللادينيين الذين لا يعترفون بوجود الله ويقولوا بأن الدين خرافة وأفيون الشعوب إن هي إلا بطون تدفع وأرض تبلع، حتى هؤلاء، بل الذين يحاربون الله ورسوله، حتى هؤلاء الله تعالى يطعمهم ويسقيهم ويعطيهم الأولاد ويعطيهم البركة، لأنه قيوم على كل الخلق من غير استثناء. وأنت مؤمن مصدق موحد طاهر، إذا قلتها غتكون عندك النصيب الأوفر. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، هذه استغاثة برحمتك أستغيث، برحمتك أستغيث. اللهم اقض لي أمري كله، يعني كل أمورك، الأمور الصحية، الأمور المالية، الأمور العاطفية، الأمور ديال الأولاد، الأمور ديال العائلة، الأمور ديال الخدمة، في الذهاب وفي الإياب، في الغدوة، في الروحة، في النوم، في اليقظة، في الحركة، في السكون، في السفر، في الحضر، في كل وقت وحين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اللهم اقض لي أمري كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يعني ما نغفلش شي غفلة، أنا بشر وخا ناخذ الحذر ديالي وخا ناخذ جميع الاحتياطات، أنا غادي ما غنفرط، حتى أنا بشر ضعيف، لكن يا رب أنت على كل شيء قدير. يعني ولو قطرة عين ولا تكلني نفسي طرفة عين، يعني رمشة عين ما يبقاش علي الغفلة، تكون علي رعاية شاملة.
هذه الأدعية ومثيلاتها كثير. إذا قال الإنسان في الصباح الباكر غيكون مطمئن، كيكون عنده واحد التأمين، عنده أسيرونس من عند الرحمن، تأمين ربي حافظك في صحتك وفي أولادك وفي رزقك. وإذا لا قدر الله وقعت شدة من الشدائد، وستقع هذه الشدة وهذا الكرب، لكنه يكون خفيف وسرعان ما يزول، ثم يعوضك الله خيرا منه. هذه قاعدة. يعني غتجي الفتنة وغتجي الشدة وغيجي المرض وغتجي بعض الشدائد والكروب، طبيعي، هذا بشر، هكا خلق الله الوجود، لكنها تكون خفيفة ماشي شديدة، ما فيهاش الهول، ثم سرعان ما تزول، ما غتعمرش، ما غتطولش بزاف، سرعان ما تزول ويبدلك الله خيرا منها. وملي غتزول غيجي التعويضات ديالها. شوف غير البشر، اللي عندك صندوق التقاعد ولا صندوق ديال التغطية الصحية، ملي كتصرف واحد المال كيجيك التعويضات، هذا غير البشر. فما ظنك برب البشر؟ وإذا عوضك الله تعالى أدهشك. أسأل الله الكريم أخي نور الدين، الله يحفظك بالسبع المثاني، الله يحفظك بالقرآن العظيم، اللهم تعالى يتولاك ويتولانا ويتولى جميع المسلمين والمسلمات بالعناية الشاملة والرعاية الكاملة، إنه سميع قريب مجيب.